السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم الله بخير، مساكم الله بالنور. احنا الآن في وادي بني سالم، الآن وبالضبط في قرية الخاصرة. وهذا الحصن اسمه حصن زعبل. ليش سمي بحصن زعبل؟ لأن في وادي هنا، هذا الوادي لجدي لأمي هو اسمه زعبل، وسمي على هذا. يطلع على البلاد، يطلع على وادي زعبل، ويطلع على بلاد الخاصرة هنا ورا البيوت هذه. هذا الحصن طبعا قديم من آلاف السنين، وقبيلة بني سالم كما ذكرت هي قبيلة ضمن قبائل ثقيف بالطائف. تابعونا ونواصل طال عمركم. هذا المسجد يسمونه مصلى قديم بالحجر، طبعا هو كان يصلون فيه الأولين الله يرحمهم. وشوفوا كما تلاحظون مسجد حجري قديم. وهذه البلاد اسمها بلاد الخاصرة، مطلع على هذا الحصن اللي كما ذكرتكم اسمه حصن زعبل بوادي بني سالم بالطائف، ضواحي الطائف. شوفوا هذا الوادي، وادي الخاصرة. طبعا جدانا الله يرحمهم الحمد لله. طبعا فيها بعض الزراعة الظاهر. شوفوا وهذاك الوادي كما ذكرت أنا اسمه وادي زعبل. هذا هو الوادي، هذا وادي زعبل لجدي لوالدتي الله يرحم جدانا ووالدي، ويطول في عمر والدتي ويحفظها إن شاء الله ويشفيها. هذه البلاد طبعا بين جبال، هي بين جبال كلها قديمة طبعا وجدا. أسأل الله يرحمنا. الأمطار ما في، شوفوا لاحظون الجبال كما تلاحظون مصفرة ما في أخضار. الله يسعدكم. وهذه بغيت أنزل هذا البيت الحجري، هذا البيت الحجري يا حبايبي، هذا ولدت فيه أنا. اسمه المربعة، اسمه المربعة. ليش سمي بالمربعة؟ لأن من غرفة واحدة يتكون على شكل مربعة. هذا هو البيت المربعة. شوفوا هذه هو حول المباني القديمة طبعا. هذا يعني شوف يعني قديم البيت هذا، والله ما أدري كم عمره، لكن أنا ولدت فيه بالنسبة لي في هذا البيت مربعة. بس انه تهدد، انا بغيت اوصل له ان شاء الله، احاول اوصل له لكن والله ما قدرت. شوف لانه صعب والله، فيه حجار ومهدم وجدا. شوف ما شاء الله تبارك الله. حبينا بس نخبركم عن بلادنا وبلاد بني سالم بالطائف. احنا الان قربنا منها، اللي هو كما شرحت لكم هذا البيت المربعة. شوفوا لاحظوا، هو بيت من الغرفة وحيتكون، سمي المربعة بالشكل هذا. شوفوا طبعا هو الآن والله ما نقدر نوصل له، طبعا مهدد الطريق جدا. وأنا ولدت في هذا المبنى المربعة. الله هي المباني الأولين الحجر. شوفوا هذا المسجد مصلى، بيوت من حجر طبعا قديمة جدا، تراثية أثرية. الآن مهدد من كله. ويطلع على الوديان هذا وادي الخاصرة ببني سالم. وبني سالم هذه قبيلة يا اخواني ضمن قبائل ثقيف بالطائف. الحمد لله نحاول نوصل له، ما تحت شيء، غرفة طبعا مهدد، حتى نحاول نوصل له ما نقدرنا والله. لاحظ شوف هذا الباب، وهذا باب طبعا الدرجة انهد، وهذا تهددت الدرجة ما قدرنا نطلعه. شوفوا بابه، هذا اسم المربعة، بيت المربعة ولدت فيه. هذا الكلام هذا قبل 64 سنة ما شاء الله تبارك الله. شوف وهذا الحصن يطلع عليه، شوفوا حصن زعبل كما ذكرت لكم. الحمد لله الحمد لله. أسأل الله يرحم جدانا ويرحم الأولين. وشوفوا تهدد، هذا كان الطيف، هذا محل كان اسمه الطيف بس تهدد. شوفوا كان يربطون فيها البقر الله يكرمكم والغنم. هذه شوفوا بيوت كلها من حجر قديمة جدا. الله هي ذكريات. الله الدنيا نسأل الله يرحمنا. والحمد لله احنا في بلاد المملكة العربية السعودية، بلاد الحرمين الشريفين بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مد الله في عمره، وسمو سيدي الأمير محمد بن سلمان الله يحفظه ويمد في عمره ويحفظ حكومتنا الرشيدة. فالآن احنا سكننا في البيوت طبعا في الطائف. القرى هجروها الأول، والله ما حد فيها شباب الجيل هذا، ما حد فيها القرى زين، بس للذكريات طبعا أكيد. الله يحفظكم
واستودعكم الله التي لا بداية. السلام عليكم.